بيبدأ يظهر حاجات أنا ما باحبهاش، أصل هي كانت ناقصاك، الصنف ده من الألحان غدّار، واحدة واحدة. باخاف على الصوت صوتها ينجرح فيها، بنتوّه الإحساس شوية بالكلام، الناس لمّا بتسمع ده بتقعد تقول يا لهوي! يا سلام على أم كلثوم لمّا بتتسلطن كمان، وده شيء بقى إيه مثير للجدل، هو فنيًا عظيم، أنا بالنسبة لي إنسانيًا ما باحبش أسمع الكلام ده دلوقتي في ألبومات كاملة ما فيهاش الكَم ده، أعتقد الفيديو ده ممكن يبقى للناس اللي بتحب الأغاني القديمة والناس اللي بتحب أغاني الtrend في نفس الوقت، لأن هذه الأغنية حققت هذه المعادلة الصعبة. هنستمتع واحنا بنعدي على الأغنية وهنعرف ليه ما كانتش واخدة حقها. ادي سؤال، طب خدت حقها دلوقتي اهو، ليه؟ اشمعنى دلوقتي؟ ايه اللي حصل يعني؟ ادي سؤال تاني، الانسان فضولي يحب يستكشف كل حاجة ويعرف. هنعرف كلمات بيرام التونسي، الحان زكريا احمد مع حفظ الالقاب، وطبعا كوكب الشرق في نور محياك. في نور محياك الغني يسرني أجدي لك الألحان. يعني في حضرة وجود جناب معالي حضرتك يسعدني إن أنا أقول لك ألحان حلوة قوي. المعنى ده في البداية كإنترو للأغنية، زي أي إنترو، أنا سعيد إن أنا موجود معاكم وبقدم كذا. يسرني أجدي لك الألحان. بص الألحان طويلة إزاي بتطلع بالعافية، فهنا نبدأ ناخد بالنا من تكنيك التلحين من الأول خالص. في نور محياك، تكنيك قديم قريب من الإنشاد، ما هو الملحن الشيخ زكريا أحمد، وأم كلثوم أصلا نفسها هي بتاعت إنشاد. تخش شوية تلاقي حاجة برضو واضحة قوي وممتعة لأي حد حتى لو مش عارف مزيكا قوي، هي تعدد المقامات. تلاقي الناس في إحسانك عبيد، نهاوند، في نوع من الشجن فعلا. الله يزيد قلبك، بص عجم، تحس الموضوع بقى رسمي اكتر شويه. الله يزيد قلبك علينا حنان. بياتي مقام الاغنيه الاصلي شرقي، فشوفوا ثلاثة ورا بعض ازاي، نهاوند في عجم في بياتي. ايه ده في ايه؟ واحدة واحدة عليا بالمقامات. واحدة واحدة. ام كلثوم بتمجد شويه في الحاكم او في السلطان لحد ما بنوصل لنقطه وبتبدا تقول مشكلتها. ايه ده، عندها مشكله، عندها مشكله. يا ريتني قعدت مع عبد الرحمن ولا تمنيت هذا اليوم يا شو. ده قبل ما تغني الاغنيه. عبد الرحمن مشكلة عاطفية، بس مع عرضها لهذه المشكلة بيبدأ يظهر حاجات أنا ما بحبهاش، وده شيء بقى إيه مثير للجدل. في حركة كده أم كلثوم بتعملها وناس كتير بتعملها، يعني حركة عظيمة جدا فنيا، اللي هي لما إيه في قمة الإحساس والسلطنة والغنى تقوم عاملة شرخ كده في الصوت زي كده. بصوا مثلا كلمة إيه، كل المحبين، المحبين، الشرخه دي. بصوا كمان مثلا عليه ويطيب، بصوا عليه بتتقال ازاي. انا مش بحب الشرخه دي في الصوت، او ممكن حد يسميها بحه، مش فارقه الاسم ايه، مش بحبها انسانيا مش فنيا، بأشعر عارفين لما حد مثلا يخربش كده بضوافره على حجر فبتأشعر، هو ده الاحساس اللي بيجيلي. الناس لما بتسمع ده بتقعد تقول يا لهوي! يا سلام على ام كلثوم لما بتتسلطن كمان، هو فنيا عظيم. انا بالنسبه لي انسانيا ما بحبش اسمع الكلام ده، بخاف على صوتها ينجرح فيها، بيبقى ده الاحساس اللي بيجي لي. بس طبعا هو هنا مناسب جدا، خصوصا مع عرضها لمشكلتها وانها بتشتكي من احزانها. ايه تاني ظهر مش بحبه؟ بص المقام الصبا، المقام الحزين، اصل هي كانت ناقصاك. انا مش بحبه لانه بحسه مقام حزنه كئيب من النوع اللي انا مش بحبه. يعني مثلا مقام الحجاز احب الحزن بتاعه، مقام الصبا ده بحس انه مقام بيخنق. هو اكثر مقام حزين في المقامات، مشهور قوي عنه ده ويبان على الجمله، وممكن نعتبره حلو برضه لانه جاي في الجزء اللي بتشتكي فيه فجه في وقته. ماشي. قلبي عيني اشتكى، برضه عجم، رجعنا للعجم. ولا البكاء، حجاز ورا بعض، فبرضه بنلاحظ هذا الاختلاف. وبعد كده بنقفل القفله برضه بتاعت الاغاني القديمه اللي احنا عارفينها، اللي هي بنقوم بقى ايه جايبين السلم من فوق خالص لتحت خالص، بتحس ان القفله قفله سوكسيه. طبعا بنعيد وله وله وله، فبرضه من سمات ان احنا بنقفل، فيعني كانها دي لو قفله في حفله هتاخد السوكسيه والتسقيف ويبقى باين ان احنا بنقفل الاغنيه. اكتر شيء ملحوظ بالنسبه لي تعدد المقامات، خصوصا ان الاغنيه قصيره. يعني احنا قلنا نهاوند، قلنا عجم، قلنا بياتي، قلنا صبا،
قلنا حجاز وفي راست، تقول لي ايه ده راست ده ما سمعناش عنه؟ لا موجود، بس انا يعني عملت له سكيب. والامر لك والنهي لك واللي مالك الاتنين. في القوة بتاعت الراست، بس لما بنيجي نقفل بنقفل بياتي يعيش سلطان. فاحنا قلنا كده 6 مقامات في اغنيه اقل من 4 دقايق. ده دلوقتي في البومات كامله ما فيهاش الكم ده من المقامات. عظيم. ولكن دايما بعد ولكن دي بيبقى فيه نوش. انا شايف قوه وصعوبه هذا اللحن جت على الكلام شويه. الصنف ده من الالحان غدار رغم انه عظيم، لان بياخدك معاه موسيقيا فالكلام بيتظلم. يعني تلاقي مثلا القافيه بتتوه في نور محياك الغني يسرني اشدي لك الالحان، بعد كده الناس لاحسانك عبيد الله يزيد قلبك علينا حنان. فعندك الالحان وحنان، بس ما بينهم بيحصل حاجات موسيقيه كتير قوي، فعلى ما توصل لحنان تكون نسيت الالحان فالقافيه راحت ما خدناش بالنا منها للدرجه دي. انا شايف كده ما بينهم الناس لاحسانك عبيد الله يزيد قلبك، وقيس على كده بقى اي قافيه تلاقيها. غير كمان لما بنحط مقامات كتير ورا بعض، دي ارائي الشخصيه يعني، بنتوه الاحساس شويه بالكلام، بيبقى المود والاحساس موسيقي اكتر فالكلام ما ياخدش حقه. بس الكلام تقسيمته مش سهله برضه، يعني الملحن عنده حق، قال لك انا مش ناقص وجع دماغ، ههتم ان اعمل لحن عبقري بعيدا عن الكلام. ليه الاغنيه ترند دلوقتي؟ علشان نزلت دلوقتي نسخه منها مطوره، حد عملها بمزيكا جديده. طبعا هي مزيكا بسيطه، شويه كوردات ومزيكا كده بيانو في الخلفيه، بس ده كارثه في حد ذاته، لان كوردات يعني هارموني، تناغم في الخلفيه، ده ما كانش موجود زمان. زمان كانت المزيكا بتلعب اللحن مع المغني وبترد عليه مردات تقليديه. فبقى انت عندك دلوقتي كلام ولحن وغنى قديم شرقي مع مزيكا وهندسه صوت جديده غربي، فالميكس ده يعمل قلق طبعا. مع دخلة الاغنيه قويه على طول، في نور محياك الغني، فتنفع على طول تيك توك وفيديوهات قصيره وحالات واتس بقى وكل الهراء ده. طب ليه ما كانتش واخده حقها قبل الترند ده مع انها اغنيه حلوه اهي؟ ما عشان كده برضه كانت محتاجه حاجه زي كده، اعاده صياغه بالطريقه دي، لان تفاصيلها كلاسيكيه جدا. لاني ملاحظ ان التعليقات كلها بتشيد بام كلثوم والاغنيه الاصليه، وسايبين المزيكا الجديده الرائعه وفكره اعاده الصياغه نفسها، ده اللي مش واخد حقه. وشكرا